فليستجيبوا لي وللمؤمنين ربهم يرحمون. هنعمل مع بعض غدا متكامل النهارده من ربع فرخه بس وبيضتين، بيضتين وربع فرخه. هنعمل غدا متكامل هيكفي 6 افراد او اكثر كمان يا بنات. يلا معانا الفيديو لايك واكسبلور عشان يوصلكم كل جديد من القناه. تعالوا ما اقول لكم بقى على وصفه النهارده وغدا النهارده وروتين النهارده في المطبخ. بصوا روتين بسيط ويوم بسيط، وبصوا مش مكلف يا بنات، بس بربع فرخه وبيضتين بس هتعملي احلى واجمل بانيه ممكن تدوقيه في حياتك. اهم حاجه لايك واكسبلور عشان يوصلكم كل جديد من القناه. وتعالوا معايا بقى عشان اقول لكم على المقادير بتاعتنا النهارده. بصي يا حبايب قلبي، انا كان عندي في الفريزر مفرزه طبعا فراخ، فانا كنت خالياها. انا بجيب الفراخ بخليها، بطلع منها البانيه، بطلع منها الاستريبس وكل حاجه، فانا اللي خاليه دي مش شارياه جاهز. انا اللي كنت عامله البانيه ده يا بنات. تمام، ده حوالي يعني ما يكملش نص كيلو، يعني بين الربع وبين النص تقريبا، او يعتبر ربع يعني. تمام، احنا هنعمل البانيه كله يا بنات في خطوه واحده بس. انا هجيب هنا حوالي 3 معالق دقيق. هندخل في المقادير على طول. تمام، بصوا هنعمل كله في خطوه واحده. ومعايا كمان معلقتين من النشا او معلقه كبيره من النشا، يعني يا اما معلقتين صغار يا اما معلقه كبيره من النشا، يبقى 3 معالق دقيق ومعلقه نشا يا بنات. وهناخد كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر او كيك شيف، اي حاجه متوفره عندك حطيها. تمام، وهحط كمان يا حبيبه قلبي بيضتين كده. بصي نزليهم على طول على الخلطه بتاعتنا. بصي خطوه واحده بس، وخاصه للمبتدئين بنات هتعملي احلى بانيه هيكفي بيتك واسرتك بطريقه جميله ولذيذه خالص. هنحط حوالي كوبايه لبن صغيره. وكل المقادير دي هنحط بقى ايه؟ مرقه فوريه، السبع بهارات. عندك برضو زعتر، حطي معلقه صغيره من الزعتر، بيدي برضو طعم جميل خالص. دي مرقه فوريه. حطينا السبع بهارات وحطينا كمان كزبره يا بنات والسبع بهارات، وعندي التوم باودر وبصل باودر. حطينا كل المقادير دي ومعلقه كركم صغيره يا بنات. وبصي هتضربي كل المقادير ديت في بعضها عندك بالمعلقه او بالمضرب بتاعك. بصوا بخطوه واحده يا بنات، الموضوع مش مكلف ولا اي حاجه خالص. بصي حركه واحده، بدل ما تقعدي بقى تعوصي وتعملي المقادير وتنزلي الفراخ بتاعك. نسيتش اقول لكم يا بنات ان انا ناقعه صدور الفراخ ديت بليمون وخل قبل كده. تمام، بصوا على السريع. طبعا احنا كده تبلنا البانيه بتاعنا. هعمل ايه بقى يا حبيبه قلبي كده؟ هناخده كده نغطيه بالاسترتش وهسيبه في التلاجة لمدة نص ساعة او ساعة. تمام، ساعة يا بنات. انا سبته ساعة في الوقت ده. وقلنا بقى نعمل رز بسمتي، كان عندي رز بسمتي في البيت. هنحط بقى شوية زيت على معلقتين سمنة كده يسيحوا كويس قوي. هننزل بالبهارات بتاعتنا يا بنات، اللي هو الليمونه اللي موجود بقى عندك، ليمونه وقرفة، ليمون ناشف وقرفة وحبان وورق لورا. لحد بس ما الريحه بتاعتهم تطلع. هننزل ببصله مبشوره او متقطعه مكعبات يا بنات. تنزلي تشوحيها كده في السمنه والزيت بتاعه كويس والبهارات. تشوحي لحد ما لونها ايه، ياخد لون كده دبلان شويه. بعد كده انا في الوقت ده يا بنات الرز البسمتي بكون نقعاه في ميه سخنه لمده نص ساعه. تمام، لازم تنقعي الرز البسمتي عشان تحطي له قاعد الزيت الميه بتاعته زيه زي الرز العادي. تمام، وهنزل بمعلقه دقه كده مختلطه من الفلفل، كنت مفرزاها معاكم على القناه. وهنا كمان هننزل بجزره مبشوره خالص برضو، هننزلها ونشوح كل المقادير ديت مع بعض يا حبيبه قلبي. تمام، وهنزل بقى ب3 مكعب من المرق. لازم الرز البسمتي مرق يا بنات، والمفروض كيلو الرز عليه 6 مكعبات مرقه، بس انا ايه هحط 3 بس اللي كان متوفر عندي. تمام، وهشوح كل المقادير دي في بعض خالص يا بنات لحد ما تتشوح كده ولونها يطلع. هحط بقى البهارات بتاعتي. هحط معلقه كبيره من الكركم، وهحط كمان معلقه كبيره من السبع بهارات. والملح هنقلله يا بنات عشان احنا عارفين ان احنا حاطين مرقه. وهشوح كل المقادير بتاعتي ديت متشوح في بعض كده وتاخد وتدي مع نفسها. هنزل بالرز بقى يكون منقوع في ميه سخنه، وبعد كده بغسله واصفيه. وبنزل كده واشوحه مع ايه، مع البصل بتاعي كده والتشويحه بتاعتي. اقعد اشوح فيه خالص لحد ما انزل. كان عندي شوربه يا بنات، شوربه خفيفه كده، فنزلت بيها بعد ما الرز بتاعي اتشوح كويس خالص. قعدت اقلب فيه. اهم حاجه الخطوه دي جميله، بتطلع لك رز البسمتي بتاعك مفلفل يا بنات وحلو ومش متعجن منك. وصلت لحد هنا. صلي على النبي على افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. وما تنسوش اللايك والاكسبلور علشان يوصل لكم كل جديد من القناه. ولو ما اشتركتش في القناه اشتركي في القناه يا حبيبه قلبي.
بصوا بقى الشوربه بتاعتنا غلت، ونزلت بيها على السريع كده ايه على الرز بتاعنا. ما تزوديش، قاعد يا حبيبه قلبي زي الرز الابيض، لان احنا ناقعينه. انا نقعاه ساعه كامله فين؟ في في الميه السخنه. تمام. وهسيبه بقى يتشرب كده. بصوا مع نفسه ما شاء الله كده هيطلع معاكي مفلفل، مش مكترين ميته ولا حاجه، تحفه يا بنات ما شاء الله. هنخلص بقى يا حبيبه قلبي، ندخل بقى على سلطه الدقوس. عباره عن ايه بقى؟ معلقه سكر، 4 حبات طماطم، قرن فلفل احمر، قرن فلفل حراق، معلقه من الكمون، معلقه من الملح، معلقه صغيره يعني، ونص معلقه سكر يا حبيبه قلبي، وتوم. تضربي كل المكونات ديت ببعضها كده كويس، هيطلع معانا سلطه داوس. وهتحطي معلقتين كبار او معلقه كبيره من الخضره. انا ما كانش عندي طازه فحطيت معلقه كبيره كانت متفرزه عندي في الفريزر، ومن غير ميه يا بنات. تمام. لو عايزاها بميه ممكن تحط ربع كوبايه ميه، انا ما حطيتش لان الطماطم كده كده بتعمل ميه. وهي دي سلطه دقوس يا بنات، وهتحطيها كده وتقدميها مع الرز البسمتي والبانيه بتاعنا. انا كده طبخت الرز بتاعنا وعملت سلطه دقوس. ندخل بقى ايه على هنحمر البانيه بتاعنا بعد ما سيبناه حوالي ساعه في التلاجة. هنا بقى هنعمل الخلطة الخارجية او الكفر الخارجي للبانيه يا بنات. هجيب حوالي نص كوباية دقيق، ومعلقة صغيرة من كيك شيف او بيكنج باودر المتوفر عندك حطيه. وهنحط برضو معلقة كبيرة من النشا، يعني انا عارفة المقادير يا بنات فمش مستاهلة ان انا احط بالمعلقة يعني. تمام. وهحط هنا معلقة من السبع بهارات، ومعلقة من التوم باودر وبصل باودر، وهي دي برضو حاطة معلقة كبيرة كمان من البقسماط يا بنات، وحاطة معلقة من المرقة الفورية. تمام. ومعلقه من السبع بهارات زي ما قلت لكم. هنقلب كل المكونات ديت بعض كويس. بعد كده هنجيب البانيه بتاعنا. الخطوه دي جميله قوي، اللي هنقعد بقى نغطس الايه البانيه بتاعنا في الدقيق بتاعنا كده علشان نحمره يا بنات. بصوا البانيه بتاعنا سريع النهارده وحلو خالص، مش هياخد منك وقت خالص ولا مجهود، خاصه البنات المبتدئين. يعني مش هنقص حلل كتير ولا مواعين كتير. بص هنجيب بقى العلبه بتاعتنا دي، هتوفر علينا خالص يا بنات، علشان نطلع لك الكفر بتاع البانيه واخد تقريشه كده من بره زيه زي الكنتاكي كده. تمام. باخد اول قطعه، ما تاخدهاش بايديكي، خديها كده بالماسك، وبعد كده اقفلي عليها ورجيها كويس خالص لحد ما تاخد معاكي الايه الكفر الخارجي بتاعها يلزق كده ايه على اللحم بتاع الفراخ. هنقعد كده زي ما انا بنعمل كده يا بنات. ولو في علبه عندك متوفره كبيره او لانش بوكس كويس مقفول، استخدميه احسن من العلبه دي، لان انا معظم العلب اللي عندي مخزنه فيها حاجات في الفريزر، فديت اللي كانت متوفره عندي يعني. بصوا الكفر بتاعها. بسيبها اللي بعمله برصه على الصينيه يا بنات لحد ما اخلص كل الكميه مع بعض كده. باخد واحده واحده كده واقعد ارج فيها كويس لحد ما تعمل كفر خارجي. تمام. بعد كده برصها في الصينيه وبحطها حوالي 10 دقايق او ربع ساعه في الفريزر او التلاجة تتشمع يا بنات. تمام. علشان الكفر الخارجي ما يفصلش. والله العظيم الحركه اللي انا عملتها ديت كل حاجه في وقت واحد خلت الكفر الخارجي ما يفصلش عن اللحم. جربوا بس طريقته وان شاء الله هتعجبكم. فيديو النهارده فيديو بسيط ولذيذ، مش هياخد منك وقت. حلو للمبتدئين اللي لسه داخلين في التعليم يعني. بصي اي بنوته في سن 13 14 سنه هتعمل اكل النهارده، يعني اكل بسيط وسهل خالص للمبتدئين. تمام. بصوا بانيه في خطوه واحده وبيضتين وربع فرخه للمبتدئين يا بنات. تمام. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في الكومنتات يا حبيب قلبي لايكات لايكات يا بنت لايكات. اشتركي في القناه لو ما كنتش مشتركه عشان يوصلك كل جديد من القناه. كملي معايا الفيديو للاخر ان شاء الله عشان تستفادي يا حبيبه قلبي. بصوا انا هخلص معاكم كل الكميه كده. اهم حاجه ما تلمسيش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تلمسيش بايديكي اي حاجه علشان ايه ما تهدريش الدقيق. ده خلصت الكميه وسبتها تشمع حوالي 10 دقايق في التلاجة او الفريزر. بعد كده بتجيبي حله. اهم حاجه يا بنات تحمير في الحله بيبقى لذيذ خالص احسن من الطاسه. وحط الزيت بتاعك كده على درجه حراره متوسطه لحد ما الزيت بتاعك يسخن كويس. اهم حاجه مش يسخن جامد بحيث البانيه يستوي من بره ومن جوه، ما ياخدش لون من بره ما يكونش جوه من جوه مستوي. خلي النار بتاعتك متوسطه. بصوا ما شاء الله لونه ذهبي وجميل ازاي ومستوي خالص، والكفر بتاعه لازق فيه مش خارج خالص منه. تحفه يا بنات ما شاء الله. اسمع كده. شايفين البانيه بتاعنا ما شاء الله. خلصت الكميه. بصوا والله العظيم كفتنا غدا وعشاء. احنا 6 افراد كفتنا غدا وعشاء بربع فرخه بس. هتعملي غدا متكامل واقتصادي هيكفي الاسره كلها يا بنات.
مش مكلف يعني. ما شاء الله ربع الفرخة في الوقت ده، يعني الكيلو عامل 75 جنيه. شوفي ربع الفرخة هيعمل كام مع بيضتين بس، والتشكيلة اللي احنا عملناها دي. عملنا غدا متكامل ل6 أفراد بل أكثر، وخاصة بصوا في خطوة واحدة للمبتدئين يا حبيبة قلبي. وصلت لحد هنا واستفدت بشيء، صلى على النبي عليه الصلاة والصلاة والسلام. لايكات كتير لايكات كتير. كده الغدا بتاعنا خلص يا بنات. عملنا رز بسمتي وقدمنا كمان سلطة الدقوس. اعملي سلطة الدقوس دي احسن من الكاتشب والحاجات اللي فيها مواد حافظة يا بنات. جميلة جدا على الرز البسمتي، وكمان لو في عيش حطي عادي. عملت الرز البسمتي بتاعنا استوى وكان جميل ولونه حلو خالص. وعملت سلطة الدقوس وخلصنا الطبق البانيه ده كله ما شاء الله والله. غدينا وعشينا. بصوا مش هتحتاري، لو محتاره اعملي غدوه النهارده هتستفادي منها ان شاء الله باذن الله، وخاصه البنات زي ما قلت لكم المبتدئين. شوفوا الرز بتاعنا مفلفل وجميل ازاي، تحفه يا بنات ما شاء الله ما شاء الله على الطعم. بالهنا والشفا على قلبكم وعلى قلب اللي كل يا رب. سلطه الدقوس حتى لونها تحفه وجميل ازاي. لايكات كتير، واستنوني بقى في روتين جديد وطبخه جديده بإذن